منذ أن بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، وهو أول مسجد أسس في الإسلام. معنى أنه أول مسجد أسس في الإسلام، الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا في مكة، والصلاة فرضت قبل الهجرة ب3 سنوات، ومع ذلك ما استطاع المسلمون في زمن النبوة في الهجرة قبل الهجرة في مكة أن يصلوا جماعة خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد الحرام، فكان شوقهم إلى صلاة الجماعة عظيم. فلما قدموا المدينة بنى النبي صلى الله عليه وسلم مسجد قباء، فكان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، كان أول مسجد يجمع أهل هذه الملة، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: إن هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه. هناك فضل لقباء وفضل للمسجد وفضل للصلاة فيه. وقد استلها الحافظ ابن حجر، أي أخذ هذا التفضيل من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهذا حديث عن فضل الصلاة في المسجد، أنه كان يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي قباء كل سبت راكبا أو ماشيا. قال بعض أهل العلم: لعله صلى الله عليه وسلم كان يركب في الزمن الحار في زمن الصيف، ويمشي في زمن الشتاء.